نشرة أهم المواضيع لهذا اليوم. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تم تسليم البطاقة الدولية لنيمار من ناديه السابق برشلونة الإسباني، وبإمكانه المشاركة لأول مرة مع باريس سان جيرمان في مباراة جنجون المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. حدد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة موقفه النهائي من مسألة بيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو بأن لاعبه لن يرحل لأي فريق آخر هذا الصيف. يفكر نادي برشلونة في ضم ماركو أسينسيو من الغريم التقليدي ريال مدريد عن طريق فسخ تعاقده مع الملكي، وذلك بعد انتعاش خزينة البلوجرانا ب 222 مليون يورو إثر رحيل البرازيلي نيمار للفريق الباريسي. مورينو يؤكد التفاوض لإعادة التوقيع مع إبراهيموفيتش. رسميا النصر يتعاقد مع النجم المصري حسام غالي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.